نروح فيرتشيلي. دلوقتي الساعة 12، قطر الساعة 12:05 مش هنلحقه هو اعتقد الناحية التانية. يا جدع لو قلت لك انه لو قعدت احكي لك من هنا لبكره انه الجو عامل ازاي مش هتصدقني. فين الجو ساقع تلج مش باين يعني، هو الجو مضبب درجه الحراره بتاع -1. شفتها النهارده الصبح -1، جو تلج حرفيا. فاحنا دلوقتي هنطلع على محطه اتوبيس عشان نطلع على الجامعه. الجامعه بعيده عني هنا بتاع ربع ساعه، بس مش بالاتوبيس، هنطلع على القطر. يعني احنا دلوقتي هنركب اتوبيس، بعد كده نطلع على محطه القطر نركب قطر ونروح الجامعه. تمام يا جماعه، على طول لما بنزل بالبيت الاتوبيس بيجي من الناحيه دي، ببقى شايفه قبل ما اروح محطه اتوبيس. محطه اتوبيس بتبقى هناك كده، اول ما بنزل بلاقيه جاي فما بلحقوش، فبقعد اجري كل ده عشان اوصل. دلوقتي اول ما نزلت وانا مرتاح ما لقيتش الاتوبيس، واطلع دلوقتي مرتاح واستناه هناك. اعتقد يا جماعه مش انا لوحدي كده صح؟ اللي زيي والنبي يخش يقول لي عشان ما احسش بالذنب بس. اعتقد لما بتستنى حاجه ما بتبقاش موجوده، يعني مثلا انت تستنى تاكسي ولا حاجه مش هلاقي ولا واحد حرفيا. بس لما ما بتبقاش عايز تحس ان التاكسيات بتيجي تقول لك المذبح يا عم الحاج، يا عم الحاج المذبح، صبح صبح الهرم. خلينا نلحق الاتوبيس دلوقتي عشان حاسس ان هو جاي ورايا. نشوف الميعاد اللي جاي عليه. بصوا هنا بقى الاشاره هنا مفتوحه والاشاره مفتوحه، وهنا الاشاره عامله لي انا احمر ما ينفعش اعدي. ده شيء عادي جدا طبيعي جدا تمام، بس اي حد فعلا هيعدي الاشاره دي تبقى غرامه كبيره، او في ناس بتخش السجن. بالنسبه للعربيات لو انت عديت تبقى غرامه عليهم، وكمان ممكن يخشوا السجن. فالقانون قانون هنا قوي يعني، فاهمين؟ دلوقتي الاشاره خضرت، انا هعدي عادي دلوقتي، والاشاره هنا مقفوله والاشاره هنا مقفوله. محطه اتوبيس اهي هي دي. بعيدا اللي مضايقني يا جماعه ان مفيش حد واقف في محطه اتوبيس، يبقى كده كان لسه في اتوبيس جه شال الناس اللي موجوده هنا ومشي، فانا هستنى حبه حلوين هنا. الساعه 11:25 دلوقتي، هيجي كمان دقيقتين. لا هيجي كمان دقيقتين يا جماعه. كويس يا جماعه، يبقى مفيش اتوبيس جه شال. لا يبقى هو مفيش حد هنا اصلا عايز يروح لمحطه القطر. الاتوبيس انا بركبه ده بيروح لوسط البلد، فالمفروض بيركبوا ناس كتير. هنا مفيش حد، فده اللي انا جاي في بالي. ده مكرمشه ازاي يا جماعه؟ المفروض في فيديو هينزل قبل الفيديو ده عندي في القناه اشرح فيه حاجه، لانه الموضوع بالنسبه لي غريب جدا، بس اعتقد فهمت الفكره. مش عارف اصور. مش عارف اصور بالازعاج ده، بس انا جاي في حته هاديه جدا عشان اصور. دلوقتي بقوا يطلعوا الصوت ده لما انا بدات تصوير. وقفت يلا. دلوقتي احنا طالعين على محطة القطر عشان نركب القطر نطلع الجامعة. فاضل ساعة ونص على المحطة. هي دي محطة القطر، اعتقد شفتوها في الفيديو اللي فات، بس اللي ما شافش الفيديو اللي فات هي دي محطة القطر. اعدي هنا دلوقتي، العربات المفروض تقف لي. بصي العربات وقفت لي، غصبا عنها لازم تقف. محطة القطر وفي شارع في النص هنا، ما ينفعش اصلا نعدي الشارع طبيعي، لازم يكون في ممر مشاة. في السلم ده هننزل نطلع الناحية التانية. نخش نقطع التذكرة دلوقتي، يا رب القطر ما يكونش مشي.
ندعي ان القطر ما يفوتناش، نشوف نقطع بنفسنا احسن. نروح فيرتشيلي. دلوقتي الساعة 12، قطر الساعة 12:05 عشان نلحق يا رب. بقى انا بطلع لي الباقي فلوسي ده. والله ما اعرف ده، هو اعتقد الناحية التانية. وصلنا فيرتشيلي خلاص. مش عارف الاضاءه عندكم عامله ازاي، بس المهم وصلنا فيرتشيلي دي المدينه اللي انا جامعتي فيها. وقت دلوقتي اوريكم المدينه ولا الجامعه بتاعتي، اخش بس احضر المحاضره وبعد كده بعد ما اطلع اوريكم الجامعه واوريكم المدينه اللي انا فيها وكل حاجه، فاهمين؟ يلا بينا. الجو هنا يا جماعه بيبقى ابرد من المدينه اللي كنت فيها نوفارا. الجو بجد ساقع تلج. المحاضرة لسه ما بدأتش، الحمد لله لحقت يعني، بس المحاضرة لسه ما بدأتش. الدكتور ممكن تأخر شوية. الدكتور جه وأنا بره. Non-defining. Previously we've seen defining clauses. They define, determining, same idea. لسه مخلص المحاضرة زي ما قلت لكم، هي محاضرة واحدة في اليوم فكويس. دلوقتي مفيش حاجة أعملها، خلينا أوريكم الجامعة بتاعتي. بصوا المنظر اللي أنا مش شايفه من هنا أصلا. هو ده، هي دي الجامعة برضو، تمام. نطلع فوق الأول أوريكم اللي فوق عامل إيه. كل دي محاضرات، كل دي سيكشنز بيتاخد فيها محاضرات بالاسامي طبعا. هنا الاولى بي 2، وكل مكان وليه الكورس بتاعه، تمام. يعني مش دكتور بيختار الكورس هيختار فيه النهارده، لا. مثلا اولى بي متخصصه للفرنساوي مثلا، بس مثلا بي 4 متخصصه للانجليزي بس مثلا. وهنا الحمام طبعا. فبس ده من فوق، خليني اوريكم هنا الجامعة من فوق. هنا برضو دي الجامعة برضو، دي محاضرة جوه شغالة فوق برضو، لان انا ما طلعتش فوق قبل كده اصلا. فخلينا نشوف فوق عامل فيه ايه. بصوا المنظر من فوق عامل ازاي، والله حلو. ما فيش اي حاجة فوق، في الباب ده بس، وهي اولى سي اونو بس، فما فيهوش حاجة. خلينا ننزل تحت، ننزل من السلالم ونطلع بره اوريكم. صوتي دلوقتي عشان الدنيا هادية هنا وكلها محاضرات، فما ينفعش نعمل صوت عالي يعني، فاهم؟ لما نطلع بره ابدا اعلي صوتي. يلا. ودي برضو الجامعة. هنا الكافيتيريا، هنا الناس بتيجي تقعد عشان تذاكر وتعمل ولا اي حاجة. هنا برضو سيكشن بيتعمل فيها المحاضرات. باخد فرنساوي هنا، انا باخد المحاضرة الفرنساوي هناك. في كل ده برضو الجامعة، فاهمين؟ يعني انا بتمشى جوه الجامعة دلوقتي. بص انا تمام، انا باخد الفرنساوي هنا.
انا عايز اقول لكم نظام الجامعه هنا عامل ازاي. الجامعه هنا مش مكان مقفول، لا. الجامعه هنا كل مبنى بعيد عن التاني في الشنترو، جوه الشنترو، جوه وسط البلد. الجامعه كل مبنى بعيد عن التاني، مش جامعه مقفوله. يعني انا عندي محاضره اصلا بعيده الناحيه التانيه، لازم اعدي لها الشارع في وسط البلد. مش جامعه مقفوله زي ما اغلبكم عارفين في الدول العربيه، واغلب الجامعات في اوروبا وكده بتبقى كده. تمام. انا هوريك برضو السكشن اللي الناحيه التانيه عشان تفهم اكتر الجامعه هنا ماشيه ازاي. تمام. المكان اللي انا وريته لكم من فوق لما كنت واقف هنا اعتقد هو ده المكان. دي ساحه جوه الجامعه، لان مفيش اصلا جوه الجامعه، الجامعه مفتوحه بس كل دي الجامعه. ودي ساحه الطلاب بيقعدوا عليها ياكلوا يعملوا وبس، بيركنوا عربياتهم هناك في جراشات. فبس انا صورت من فوق هنا كده، كنت واقف هنا لما صورت لكم الحته دي. يعني نطلع من هنا واوريكم في طلعه هنا. الطلعه دي هتطلعنا على وسط البلد. قدامنا كنيسه، تمام، يعني مش تابعه للجامعه بس جنبها مبنى تابع للجامعه. يعني المبنى ده تابع للجامعه. انا باخد هناك ماده اسمها لينجويستيكا جنرالي، باخدها هناك في المبنى ده. تمام. كنيسه، تمام. ودي مبنى من مباني الجامعه برضو لغايه هناك خالص. ودي مبنى تبع الجامعة، دي كنيسة طبيعي، ده مبنى تابع للجامعة. واحنا اصلا في وسط البلد، يعني هناك محطة القطر اهي. انا بروح اشرب قهوة من هنا، الناس بتمشى كل حاجة. ده وسط البلد عموما. المدينة دي صغيرة، تعتبر مدينة صغيرة من مدن ايطاليا. كله قريب من بعضه اصلا، مفيش حاجة بعيدة جدا، انت ممكن تاخد المدينة كلها ماشي، فاهمين؟ بس خليني اوريكم تاني عشان تعبت. مبنى برضو المبنى ده خصوصا لما بتخش ما ينفعش تتكلم خالص، الموضوع لازم يبقى هادي جدا. وهنا الاداره برضو واخدين بالكم. بس زي ما انت سمعت الدنيا كانت هاديه جدا جوه. بصوا دي محطه القطر، مبنى من الجامعه هناك برضو. ما دخلت هنا المحاضره اللي انا باخدها موجوده هنا، يعني انا ممكن انزل لها من هنا المحاضره عادي. لما دخلت لها من هنا القاعه اللي انا باخد فيها المحاضره بتاع اللينجويستيكا جنرالي من هنا، هي دي ممكن انزل لها من هنا، ممكن ادخل لها من جوه عادي. بصوا المبنى من جامعة الناحية التانية لسه هروح له، فاهمين؟ ودي جنينة كبيرة جدا مشهورة هنا في فيرتشيلي. هنا كنيسة، واخر دي محطة القطر. فالجنينة دي كبيرة جدا بجد، واخدين بالكم؟ من هناك لغاية هناك كل دي حاجات عادية جدا، الناس بتمشي العربيات اهي كل حاجة. ده كافيه عادي الناس بتقعد عليه بعد ما يطلعوا من المحاضرات، لانه اغلب الناس اللي بتقعد هناك انا بشوفهم بيبقوا طلاب ومش تابع للجامعة. الكافيه ده مش تابع للجامعة بس الطلاب بيحبوا يقعدوا هنا. جامعة تبدأ من فين؟ من هنا، من المبنى ده لغاية قدام. هوريها لكم. هي دي الجامعة يا جماعة، هو ده مبنى الجامعة. انا المحاضرات بتاعتي هناك كده. هشوف لو اقدر اخش دلوقتي ولا لا، لانه الساعة دلوقتي 4 فاعتقد قفلوا البوابة هناك، لانه مبقاش فيه محاضرات النهاردة هناك. هي دي، هو ده المبنى كله. انا بخش من هنا والمحاضرة بتاعتي بتبقى هنا اعتقد، لان انا ببص من الشباك ده اعتقد. بس وهي دي البوابة اللي انا بخش منها، وفي بوابة تانية بتخش من هنا كده. دي البوابة اللي انا بخش منها، ودي بوابة برضو بتخش منها لغاية تحت. زي ما قلت لكم قفلوا عشان الساعة 4 دلوقتي، فالمحاضرات وقفت جوه، بس المكاتب الإدارية والحاجات زي كده. بس هاجيلكوا كده يوم تاني اصور لكم جوه. ولو عايزين يا جماعه اشرح لكم فيديو كامل عن ازاي انا جيت هنا اصلا، وازاي بدرس دلوقتي هنا، وايه الاجراءات اللي انا عملتها والاوراق اللي جمعتها، لو مهتمين بالموضوع ده قولوا لي، وانا هنزل فيديو كامل عن الموضوع ده واتكلم عن ايه كله من اوله لاخره، مع ان انتوا عارفينه اصلا. هتكلم بيه في تفاصيل عشان اللي عايز يجي يدرس هنا ولا حاجه في ايطاليا عموما، مش في فيرتشيلي اللي انا بدرس فيها.